فرصة لو انت عايز تشتري تليفون جديد او تغير تليفونك، فرصة مش تتكرر تاني في الوقت الحالي. فلو انت عايز ده انزل بسرعة اشتري، وده لان في تليفونات نزلت من اسعارها من 2000 ل 3000 جنيه، وده لان في موجة كبيرة من انخفاض الاسعار في التليفونات، وده عشان خاطر الشركات بدأت في تصنيع التليفونات الجديدة 2025. فده خلى اللي عندهم تليفونات 2024 او اقل عايزين يخلصوا منها الستوك اللي عندهم عشان ينزلوا الجديد اول باول، عشان خاطر تبقى الخسارة قريبة ولا مكسب بعيد. فلو انت عايز تشتري فدي فرصة كويسة جدا في انت تنزل دلوقتي تجدد تليفونك او تشتري تليفون جديد. وفي الفيديو ده انا هرشح لكم تليفونات من فئة ال 10000 ل 14000 جنيه من وجهة نظري، وهي كقيمة مقابل السعر. وفي اخر الفيديو هقول لكم ايه احسن تليفون في الفئتين دول كلهم. في الاول ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل شير للفيديو لو محتوى الفيديو عجبك، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك اللي بيدعمني في ان انا اكمل واستمر في عرض الفيديوهات. واول تليفون معانا وهو من شركه اوبو، وهو رينو 8 تي. في موجه غلاء الاسعار اللي احنا فيها، فالناس بدات تشوف ايه احسن تليفون في الفئه دي، والتليفون ده ما زال موجود لحد وقتنا هذا. فده بيخليه اول التليفونات المترشحه معانا من فئه ال 10000 جنيه. تليفون قيمه مقابل سعر ممتاز، وهنشوف مواصفاته دلوقتي وهحكم لكم برايي التليفون دوت يستحق كام من 10. التليفون ده بيجي بمعالج من ميديا تك هيليو جي 99 بتقنيه ال6 نانو، مع معالج رسومي مالي جي 57 ام سي 2، وبيجي بفئتين من الذاكره الداخليه. اول فئه وهي بتيجي بذاكره 128 مع 8 جيجا رام او 256 مع 8 جيجا رام، وبيجي بشاشه اموليد بمعدل التحديث 90 هرتز مع طبقه حمايه جوريلا جلاس الاصدار الخامس، ودي طبقه كويسه جدا على التليفون كحمايه من الصدمات وحمايه من الخدوش قبل ما تحطوا عليه سكرينه كحمايه فوق الحمايه. بالنسبه للتليفون ده فهو ممتاز كاستخدام يومي والعاب زي بابجي وفري فاير، ولكن لو انت من محبي التصوير في التليفون ده ما ينفعكش، وده لان الكاميرات فيه بتفتقد الى مميزات كتير، منها انها ما بتدعمش التصوير الفيديوهات بجوده ال 4K. ده غير ان التليفون ما فيهوش لا كاميرا زوم ولا كاميرا التصوير الواسع، هو يعتبر ما فيهوش غير الكاميرا الاساسيه، والاثنين التانيين اللي جايين مع الكاميرا ديت ما لهمش لازمه، لان واحده للعزل والثانيه ميكروسكوب. والشركه بتعتمد على التصوير ده. والنسبه للصور في التليفون اللي الناس ساعات كتير بتشوفها انها صور ممتازه، بيعتمدوا على اضافه الذكاء الاصطناعي في معالجه الصور، وده لان الكاميرا ادائها متوسط. والتليفون ده سعره نزل من 12300 ل 10000، وممكن تجيبه من محلات تانية ب 9800 او 9700. يعني هو نزل في المجمل من 2000 ل 2500 جنيه، ودي صفقة ممتازة في الوقت الحالي مقارنة بإمكانياته وسعره. تاني تليفون معانا النهاردة وهو من شركة ريلمي، وهو ريلمي 12 اكس، والتليفون ده بيجي بمعالج دايمنسيتي 6100 تكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي مالي جي 67، وبيجي باثنين من الذاكره الداخليه، واحده 128 مع 6 جيجا رام او 256 مع 8 جيجا رام، وبيجي بشاشه من نوع الاي بي اس اتش دي بلس بمعدل تحديث 120 هرتز. اما بالنسبه للاداء فالتليفون ده يعتبر اول تليفون في فئته بيدعم الجيل الخامس 5G من ولما نيجي نتكلم عنه فهو ما يختلفش كتير عن الرينو 8 تي. فالمعالج يعتبر واحد في الاثنين كاداء يومي ممتاز والعاب متوسط، وايضا بالنسبه للتصوير فهو لا يدعم تصوير بتقنيه ال 4K، ولكن كجودة كاميرات خلفية فهو ممتاز، والتصوير أعلى من المتوسط وأعلى من الرينو 8 تي. أما لو أنت من محبين تصوير السيلفي فالكاميرا الأمامية جودتها ضعيفة، مش هتديك صورة أحسن حاجة وزي ما أنت متخيل، لأنها 8 ميجا بكسل بس. والتليفون ده بيفتقر إلى إنك تزوده بكارت ميموري خارجي، لأنه ما بيدعمش زيادة المساحة عن طريق كارت الميموري. فالتليفون ده يعتبر صفقة ممتازة للي عايز تليفون محترم وشيك ويؤدي أداء يومي ممتاز، والألعاب متوسط، وكاميرا خلفية أدائها فوق المتوسط ولكن الكاميرا الأمامية ضعيفة. ولو أنت من محبين إن أنت بتحب تزود المساحة الداخلية، رغم إن ما أعتقدش دوت، لأن المساحة الداخلية بتيجي فيه 128 و 256، فالمساحتين دول مع الاستخدام ومع الحياة اليومية جمال جدا وهيكفي معاك، ومش هتحتاج انت تزود مساحه خارجيه. تالت تليفون معانا النهارده وهو من شركه سامسونج، وهو سامسونج A25 5G، والتليفون ده ممتاز جدا في فئته بنسبه 80%، وده لعده نقاط. اولهم لانه بيجي من افضل انواع الشاشات وهي شاشات سامسونج، وهي شاشه سوبر اموليد فول اتش دي بلس بمعدل تحديث 120 هرتز، وبيجي بمعالج اكزينوس 1280 بتردد 2.4، وده بيديك اداء مقارب جدا في الاستخدام من الميديا تك جي 99، ولكن بيختلف عنه انه موفر اكتر للطاقه. يعني التليفون ده هيكون ستيبل معاك فتره اطول من الموبايلات اللي في نفس الفئه السعريه. اما بالنسبه للكاميرات فادائها فوق المتوسط، واكتر حاجه بتميزها انه بيجي بمثبت بصري OIS، وبتصور فيديوهات بدقه ال 4K،
وده غير انه داعم للشبكات الجيل الخامس ال 5G. اما من ناحيه الذاكره فبيجي بذاكره 128 مع 6 جيجا رام او 256 مع 8 جيجا رام. اما بقى من ناحيه الصوت فالتليفون ده بيجي بسماعات ستيريو بتقنيه دولبي اتموس، ولكن الحلو ما بيكملش، عشان كده قلت ان هو ممتاز بنسبه 80%. وده لانه بيجي في العلبه التليفون بس، ما بيجيش معاه لا شاحن ولا حتى الوصله ولا الكابل اللي بيجي معاه. وغير انه ما تقدرش تشغل شريحتين وكارت ميموري، يا اما تشغل شريحتين بس يا اما تشغل شريحه وكارت ميموري. من المستشعرات فيه اللي هي التقارب والجيروسكوب مش هاردوير، يعني مش قطعه راكبه على التليفون، لا ده شغل سوفت وير. فشغل السوفت وير مش بيديك الاداء الامثل في المكالمات او الرسائل الصوتيه. وهيجي واحد يقول لي ليه يا احمد اخترت سامسونج A25 وما اخترتش سامسونج A34، رغم ان فرق السعر بينهم مش كبير، وان A34 اعلى منه من ناحيه الشاشه، وان البصمه بتاعته مدمجه تحت الشاشه. هقول لك يا سيدي اللي خلاني اختار سامسونج A25 وما اختارش سامسونج A34، وده لعده نقاط. اولهم اللي لسه قايلها من شويه ان البصمه تحت الشاشه. شاشات سامسونج سوبر اموليد غاليه جدا كقطعه غيار، يعني سعرها اصلا نص ثمن الجهاز في التوكيل، ولو هتجيبها من بره التوكيل هتبقى حوالي ربع ثمن الجهاز. فالتليفون لو لا قدر الله وقع منك والشاشه اتكسرت، البصمه ما بترجعش تشتغل بنفس كفاءتها تاني. حتى لو جبت اعلى شاشه في السوق برضو البصمه هتلاقي تشتغل معاك بنسبه 70 80% او يمكن 60%. يعني كل 70 مره هتغلط معاك، كل 100 مره تغلط معاك 30 مره. فمبقاش حلها غير ان انت تجيب شاشه اصليه توكيل او شاشه خلع من تليفون، وهي غاليه جدا. في اللي ما بيقدرش عليها، وفي اللي بيقول لك خلاص انا مش هستخدم البصمه واجيب شاشه عاديه اشتغلها. فالمميز في الاي 25 ان البصمه بتاعته مدمجه في زرار الباور، فلو الشاشه حصل لها حاجه ممكن تعوضها بشاشه IPS او شاشه اقل منها كفاءه، بس المهم التليفون هيشتغل، مش هتحس ان فيه اختلاف كبير. والنقطه الثانيه هي نقطه المعالج. فسامسونج A34 بيجي من ميديا تك 1080 او زي ما الناس ما بتقول ميديا تك 1080. اما المعالج اللي بيجي في A25 فهو من اكزينوس 1280. فمن ناحيه السرعه فسرعه المعالج والاداء في الA25 اعلى من السامسونج A34، ودقه التصنيع وتوفير للطاقه في الA25 اعلى منها في الA34. فانت عندك كده معالج بيديك توفير للطاقه احسن، بيديك سرعه في الاداء احسن، بيديك قوه في المعالج وقوه في الاداء وقوه في التعاملات اعلى من الA34. في كتير مش هيلاحظوا الفرق ده، ولكن هتلاحظوا اكتر في الالعاب. فانا من وجهة نظري ان الA25 كقيمة مقابل السعر اعلى واحسن من الA34. رابع تليفون معانا وهو من الاونر 90 لايت. الجهاز ده بيجي بمعالج دايمنستي 6020 بتكنولوجيا 7 نانو مع معالج رسومي مالي G57، وبيجي بذاكرة داخلية 256 مع 8 جيجا رام. والتليفون ده بيجي بشاشة IPS بمعدل تحديث 90 هرتز، وبيجي باربع كاميرات، 3 خلفية وواحدة أمامية. الخلفية بتيجي بدقة 100 ميجا بكسل الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية بدقة 5 ميجا بكسل وديت خاصة بالتصوير الزاوية الواسعة، والتالتة بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل ودي خاصة بالقرب أو المايكرو. والتليفون ده بيجي بشاحن سريع جدا بقوة 35 واط، بيشحن البطارية في 60 دقيقة بس. أما بقى من ناحية عيوب التليفون ده فهو كأداء نفس اداء ريلمي واوبو، ما اختلفش كتير عنهم اللي لسه متكلمين عنهم من شويه من ناحيه المعالج او معالجه الصور والبيانات. اما من ناحيه الكاميرات فمش معنى انهم قايلين ان الكاميرا 100 ميجا تبقى فارقه وجودتها روعه، بالعكس جودتها متوسطه، وجهاز سامسونج A25 يعتبر كمان افضل منها، خصوصا انها بتصور بدقه ال 4K. اما بالنسبه للبطاريه فهي بتيجي بقدره 4500 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع لحد 45 واط. وخامس تليفون معانا النهارده وهو اخر تليفون وهو رينو 11F. التليفون ده بجد عنوان الفخامه والشياكه كعاده اوبو في التصميم، ده غير انه بيقدم اداء ومعالجه صور بيانات اعلى من المنافسين، وده لانه بيجي بمعالج من ميديا تك 7050 بدقه 6 نانو مع معالج رسومي مالي G68. فالاداء معاك هيكون مثالي جدا في الشغل العادي، وبالنسبه للالعاب فهو اداؤه مقبول جدا واللاج فيه يعتبر مش موجود، وبتقدر تلعب بيه ببجي على 60 فريم. اما المساحه الداخليه فالتليفون ده بيجي بمساحتين مختلفين مع سرعه رام واحده، وهي مساحه 128 مع 8 رام او 256 مع 8 رام. اما من ناحيه الشاشه فهو بيجي شاشه من النوع AMOLED فول HD بلس 1100 شمعه مع تدعيمها بتقنية ال HDR10 بلس،
وبتيجي عليها طبقة حماية من نوع الباندا جلاس، وده نوع جديد بتستخدمه اوبو حاليا على شاشاتها بديل الغوريلا جلاس، مع تدعيم الشاشة لل 120 هرتز. وطبعا زي ما كلكم عارفين ان مادام الشاشة اموليد تبقى البصمة اكيد تحت الشاشة، فالبصمة بتيجي مدمجة تحت الشاشة وهي سريعة وكويسة جدا. اما بالنسبة للبطارية فهو بيجي ببطارية 5000 ملي امبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط، وده رقم محترم قوي لانه هيشحن البطارية من 0 ل 100 في 45 دقيقة بس. واكتر حاجة عجباني مميزة في التليفون ده انه مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 65، ودي حاجة مميزة جدا في التليفون بيعطى في الفئة المتوسطة دي. اما بالنسبة للكاميرات فبيجي بكاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بكسل ودي الاساسية، و8 ميجا بكسل ودي الكاميرا التانية مختصة بالتصوير الزاوية الواسعة. اما الكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا بكسل ودي خاصة بالتقريب او المايكرو. جودة الكاميرات في التليفون ده ممتازة بنسبة 75% بالنسبة كوضوح صورة والوان، ده غير انها بتصور 4K 30 اطار في الثانية، وكمان تقدر تصور بيها السلو موشن لو انت حابب الحتة دي لانها بتدعم لحد 480 اطار في الثانية. ولكن بيعيبها انها ما بتدعمش التثبيت البصري ال OIS زي اللي موجود في سامسونج A25. وبالنسبة للصوت فهو صوت عادي مش ستيريو، وكمان بيجي من غير مدخل ال 3.5 مللي الخاص بسماعات الاذن. وبكده هنكون خلصنا الخمس تليفونات اللي احنا اتكلمنا عليهم النهارده، ونيجي لاهم جزء في الحلقه، فايه هو بقى احسن تليفون فئه متوسطه في فئه ال 10000 جنيه من التليفونات اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا بدون منافس سامسونج A25 ده يعتبر احسن تليفون قيمه مقابل سعر في فئه ال 10000 جنيه. فالتليفون ده متكامل بنسبه 80% بجد، بيستحق كل جنيه اندفع فيه لانه ممتاز جدا من ناحيه الشاشه اللي سامسونج بتجيبها من هي الاموليد او السوبر اموليد، فهي حاجه ممتازه جدا بالنسبه للكاميرات او المعالج او الاداء او تحليل البيانات او الصور او الالعاب. تليفون ممتاز بنسبه كبيره جدا، قيمه مقابل سعر. مش بيعيبه غير ان هو بيجي بس من شركته من غير لا شاحن ولا كابل ولا سماعه ولا حاجه، انت تاخد التليفون كده بس. وافضل تليفون من فئه ال 12 ل 14000 جنيه طبعا بدون منافس هنروح للاوبو A11 اف. تليفون خطير يا جماعه بالنسبه للشكل كشياكه وكاداء محترم جدا وكاداء سلس، وبرضه التكامل فيه بنسبه 70 و80% في التليفون عن منافسيه من باقي التليفونات. فطبعا لو هتتكلم في فئه ال 12 ل 14000 جنيه من انت مغمض كده تروح لرينو 11 اف، ولو انت بتتكلم في فئه ال 10000 جنيه وانت مغمض برضه هتروح للسامسونج A25. ولحد هنا يا رب اكون افدتك بمعلومه. ما تنساش تدعمني باللايك الجميل اللي بيديني حماس ان انا اكمل في الفيديوهات، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان ده برضه بيديني حماس ان انا اشتغل في الفيديوهات، وما تنساش تعمل شير لو المحتوى مفيد وعجبك وتفيد غيرك. سلام.